السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض صوابع زينب الحلوة الخطيرة دي، حاجة كده حلويات شتوية كده موفرة وعلى قد الإيد وعلى قدنا الأيام دي. زي ما انتم شايفين صوابع زينب حلوة ازاي. خليكي يلا معايا الفيديو وتابعي معايا الفيديو الآخر عشان هقولك ازاي صوابع زينب تبقى جميلة معاكي كده ومتماسكة وما تفكش معاكي. للناس اللي بتقول صوابع زينب بتفك معايا مقادير حلوة جدا ومظبوطة ايه بالشعرة. النهارده معايا كوبايتين من الدقيق بنخلهم زي ما انتم شايفين. اولا هنعمل صيره من الصوابع زينب. صيره بالصوابع زينب لازم يكون الشربات بتاعها يعني لازم يكون تقيل وبارد. انا الحقيقه كان عندي الشربات اللي انتوا هتشوفوه الوقت ده من قبلها، كنت عامله قبلها كده بكام يوم فطير وفضل عندي الشربات ده، فالشربات ده بارد وتقيل وزي الفل وهينفع وحلو قوي. هقولك تعملي الشربات بتاعك ازاي. كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه، وهتنزلي بقى بعصره ليمونه عند الغليان وفانيليا، وتسيبيه يتقل زي شربات الكنافه، وتسيبيه على جنب كده اما يبرد ويخلص تقومي تعمليه. هي ذات نفسها ما تاخدش مني 5 دقايق واقفه في المطبخ، بما اننا الجو ساقع ومش عاوزين نقف في المطبخ. بس برضو السقعه ديت محتاجه حاجه ايه تدفينا، وحلويات بقى الشتويه الجميله، وحاجه كده بسيطه وسهله تقفي تعمليها على طول، ما بتكلفش اي حاجه على قد الايد يعني. معايا هنا كوبايتين من الدقيق نخلتهم قدامكم، حطيت عليهم نص كوبايه من دقيق السميد، حطيت عليهم تلت كوبايه من السمنه عادي كده من غير ما تسيحيها خالص، او 3 معالق كبار بالمعلقه الطعام بتاعتنا. لا كده لا كده، ده هيعادل ده. في بعد كده معايا ده نص معلقه من الخميره، بس هي المعلقه الشاي، نص معلقه من الخميره بمعلقه الشاي وربع بيكنج باودر. لا تكتري الخميره ولا البيكنج باودر عشان ما تفتحش معاكي وتفش معاكي كده في الزيت او تشرب الزيت بتاعها. ومعايا معلقه كبيره من السكر، بس معلقه كبيره قوي كده، او ممكن تستخدمي معلقتين 3 من ايه السيرم بتاعك، او معلقه كبيره كده من السكر تحطيها كده. دوبتها كده مع الميه دي 3/4 كوبايه من الميه، دوبتها مع 3/4 كوبايه من الميه وهفضل انزل بيها. ما نزلتش بالسكر بقى عشان ما يتعبنيش ويبقى حبيبات في قلب العجينه. دوبته الاول مع الميه. ايه انا هحتاج بعد 3/4 كوبايه من الميه اللي جنبي دي 3/4 كده ايه اهو هحطهم دلوقتي. بتختلف من دقيق للتاني، فانت الاول جهزي 3/4 كوبايه زي ما انا جهزت كده جنبي، وبعد كده لو احتجتي حط كده بقى ايه بالراحه خالص. اهو زي ما انت شايفه كده هحتاج كده ايه معلقتين 3 بس زياده، وخلاص العجينه بقت قوامها مناسب كده، زي عجينه مش جامده قوي ومش مرقه قوي، حاجه كده متماسكه وحلوه قوي. ما تعجنيش بقى كتير، دوبك بس كده الميه تختفي وخلاص هي بقت جاهزه معايا. والعجينه ديت مش بتخمر ولا اي حاجه، يعني صوابع زينب لا بتخمر ولا اي حاجه، بتشتغلي فيها على طول ما بيجراش اي حاجه، بتبقى زي الفل. لو انتي اصلا سبتيها تخمر هتفتح معاكي والعجين والخميره بتاعتك هتشتغل فيه. انا هشتغل بتاعه الكحك دي النهارده، او ممكن تشتغلي بالمبشره دي، او ممكن تشتغلي بمصفه البطاطس اللي هي بتبقى كبيره دي. شوفوا انا هشتغل بالمبشره دي كده شايفين. بس انا الحقيقه ما بحبش شكل المبشره دي الحقيقه، انا بحب شكل البصمه بتاعه الكحك دي، بتدي شكل احسن وبتدي الشكل الاصلي لصوابع زينب، وبيبقى شكلها حلو قوي. فانا ايه اعمليها رول كده قدامك على الرخامه، ودي اسهل حاجه، ما مش هتقعدي تكوري واحده واحده يعني. الحقيقه انا بستسهل الطريقه ديت اللي انا بلفها كده رول قدامي كده على الرخامه، وبعد كده بقى بالسكينه واقطع كده زي ما انتم شايفين، علشان احاول ان كل الاحجام تبقى واحد. هو على العموم ما كانش كل الاحجام واحد، وكان في كبير وكان في صغير، بس لا انا بحاول يعني اجتهادات. فبعد كده بقى بحطها كده، وبعد كده بشتغل كده ببصمه الكحك زي ما انتم شايفين كده، بفردها والمها. وبحاول كمان اكبس قوي علشان ايه الرسمه كده تبان كده وتظهر. ما العجينه ما دام مظبوطه لا هتلزق معاكي ولا هتفرول ولا اي حاجه. مقادير دي مظبوطه جدا وزي الفل اهي قدامكم، زي الايه زي السكينه في الحلاوه زي الفل. بلف كده كل الكمية بالشكل ده. شكرا لكل حبايبي اللي دخلوا معايا جداد على القناة وكتبوا لي كلام حلو، شكرا جدا جدا جدا. وانتوا على راسي من فوق، ربنا يخليكم لي يا رب. فهكمل بقى تقطيع كل كده صوابع زينب واحطها جنبي، وعلى النار على طول هنروح ايه نحمرها كده مع بعض. وشكرا لكل اللي قال لي كلمة حلوة في الأيام اللي فاتت ديت على الفيديو اللي أنا نزلته.
شكرا لكل حد قال لي كلمة حلوة. انا بجد الحقيقة انا ما كنتش قصدي من الفيديو ده اي حاجة غير اني اقول تجربة انا مريت بيها وحاجة انا عشتها بس مش اكتر، وبشارككم بيها ايه يومي. ما اعرفش بقى، في ناس فعلا دخلت قالت كلام وحش كتير وشتمت فيا كتير، بس انا ما انا لا شتمت حد ولا حتى هشتم حد، ولا انا داخلة باحترامي في المجال ده على على الساحة دي، ومش عايزة اصلا يعني اقل من هذا الاحترام مع اي حد مهما كان. يعني فاهميني يعني اكيد يعني. وانا لا انا بتاعت حوارات ولا انا بتاعت مشاكل ولا انا الانسانه اللي انتوا مفكروها هتطلعي بقى ومش عارفه ايه وعايزه تجيبي سيرتها عشان لا يا حبيبه قلبي، والله ما انا عايزه اجيب سيرتها عشان اتشهر. انا لو عايزه اعمل كده كنت عملت سلسله من الفيديوهات واطلع اقول واقول واقول، وربنا اللي عالم بالحقيقه وربنا اللي عالم من الكذاب. انا مش هقول لكم اكتر من كده، فما تشغلوش دماغكم بقى اللي قال عليا كدابه واللي قال عليا واللي قال عليا. هو فعلا هو ربنا اللي عالم، وفعلا هو ربنا ايه رب المظلومين كده، وربنا معايا بإذن الله. صوابع زينب، هنرجع بقى لصوابع زينب ونسيبنا بالكلام اللي لا يقدم ولا يأخر واللي الناس قاعدة تقول فيه وبس. لان انا ما بحبش اتكلم كتير وما بحبش والله العظيم في ناس على فكره كلمتني وقالت لي لا اعملي فيديو تاني وردي ومش عارفه ايه، وفي ناس عارفه ان انا مظلومه وشاهده في الحكايه من الاول وقالت لي ما تسكتيش، أنا لو منك مش هسكت. بس يلا ربنا ايه هو اللي بيجيب حقوق الناس لحد عندها. الحمد لله والشكر لله على كل حال. صوابع زينب درجة الحرارة بتاعتها لازم تكون متوسطة، ما تكونش عالية قوي. فهي كده اول طاسه معايا زي ما انتم شايفين كده طالعه حلوه وجميله ولونها جميل. بعد كده بدات درجه حراره الزيت تسخن قوي، فبعد كده هقلل درجه حراره الزيت كل ما احط واحده، لان انت تكوني قدامها كده يعني ما تسيبهاش وتطلع كده. زي ما انتم شايفين كده بصفي بتاعه البطاطس ديت واحطها كده في الصيرم على طول، وبعد كده بشيلها على طول من الصيرم، ما تسيبهاش في الصيرم برضو كده. بقلب واشربها وبعد كده احطها على مصفى كده تصفي الصيرم الزياده بتاعها. فاهميني طبعا. احط بقى كده شوفوا بدأت الطاسة تسخن، لان هي طاسة سلستين يعني وبتسخن بسرعة وكده. فبدأت الطاسة بتاعتي تسخن كده، فكنت ايه بقلب على طول وهديت النار كده شوية علشان ايه تاخد سويها من جوه وتبقى حلوة كده وما تبقاش مكتومة من جوه، وتبقى جميلة وزي الفل. هتشوفوها دلوقتي طبعا من جوه هوريها لكم. شوفوا ديت كده بدأت ايه تسخن قوي، فبدأت اني اهدي النار شوية وايه واكمل بقى. صوابع زينب الجميلة، قطعنا صوابع زينب وجبناه، شلت ده طبعا عشان احطهم في مصفى. هقلبهم كده من تحت ومن فوق عشان يشربوا من السيرم، وبعد كده هحط في مصفى عشان تصفي السيرم الزيادة ايه اللي هي شربته. مش عايزينها مسكرة قوي، عايزين حاجة معتدلة كده وحلوة وزي الفل اهو زي ما انتم شايفين كده. هخلص بقى كل قلي الكمية كده اللي معاكي. كنت بظبط كده الصباع ايه، ظبطي كده الصباع وخلصي كده ايه كل الايه الكمية كده اهو. طلعي كده على البتاع ديت وقعدي صفي كده الزيت الزياده. على فكره ما شربتش مني زيت خالص، زي ما انتم شايفين كميه الزيت اللي في اول اللي في المقلايه هتشوفيها برضو هي نفس كميه الزيت، ولا شربت مني زيت ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم ما تحطوش بيكنج باودر ولا خميره كتير، لان هي ديت اللي بتخليها تفتح في الزيت قوي او تفش زياده عن اللزوم وما بتبقاش حلوه. زي ما انا قلت لكم معلقه الشاي الصغيره تحطوا نص خميره وربع بس بيكنج باودر للكميه دي اللي هي كوبايتين من الدقيق. هكمل ليا كده صوابع زينب. هي في الاول كده بتتنفخ كده وبتعمل لان طبعا فيها خميره وبيكنج باودر، لكن بعد كده كده بتاخد بقى ايه شكل الصباع كده اللي احنا متعودين عليه. على فكره دي من الحلويات برضو اللي بتنفع او اونلاين، واحنا كنا انا كنت بالحقيقه ببيعها اونلاين. حلوه جدا، بتحطي مثلا الصباع ده مثلا بجنيه، بتحطي 12 صباع وبتبيعي الطبق ب10 جنيه. حلوه قوي الصباع ده، بتبقى حلوة قوي وحاجة موفرة وبالحقيقة بتاخدي منها فلوس حلو جدا. فدي او من الحاجات اللي ممكن مثلا تزودي بها طبق حلويات بتبيعيه مشكل، تحطي معاها صوابع زينب. الحقيقة كانت الناس بتحبها جدا والناس كانت بتشتغل بها اونلاين. يعني لو بعمل اطباق حلويات مشكلة ما هحط فيها كده صوابع زينب الجميلة ديت، حاجة كده ايه من الحلويات اللي الناس بتحبها وبتجري عليها وجميل. وزي ما قلت لك ممكن تتباع كده زي الاطباق اللي بتباعوا ايه جلاش بسبوسه صوابع زينب الحاجات دي. فبتحطي كده 12 واحد على اساس ان الواحد بجنيه وكده. شايفين من جوه حلوه ازاي وايه مستويه من جوه وزي الفل. والصباع كمان حجمه حلو ومش حجمه وحش.
رصّتها بقى الرصة اللي أنتم شايفينها دي، بس طبعًا ما عجبتنيش، رصّيتها رصة تانية برضه عشان التصوير وعشان آخد صورة، وكان أولادي بقى خطّفوا كتير. هي والله لونها حلو جدًا، لونها مش غامق ولا حاجة، بس أنتم عارفين بقى إضاءة، لأ تليفون مش كويس أوي ومش perfect يعني في التصوير، بس هي كانت لونها حلو أوي. باحاول أقرّب لكم وأجيب لكم إن هي لونها كان تحفة وحلو جدًا. يالّا أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.